السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نوال من قناة على طريقتي In My Way. مرحبا بكم في روتين جديد ويوم جديد من يوميات امرأة بسيطة. قبل ما نبداو حبيباتي الروتين ديال اليوم نذكركم باش تضغطوا على زر اعجاب او لايك لانكم كتنساوه. ونبداو على بركة الله. الفطور ديال اليوم غادي يكون عبارة عن واحد الحريشات بالسميد اللي كيجيو على شكل بانكيك او على شكل بغرير، كيكونوا ساهلين ورطبين ولذاذ صراحة، يعني المذاق ديالهم لا يقاوم. المهم كمقادير غادي نحتاجو 2 كيسان ديال السميد رقيق، غادي نحتاجو ملعقه ديال كبيره يعني ديال سكر سنيده، غادي نحتاجو القليل يعني قبصه الملح كيف ما شفتوا معايا، غادي نحتاج كذلك نصف كأس ديال يعني ديال الزيت النباتي، وغادي نحتاج 2 كيسان ديال الحليب، يعني نفس الكؤوس اللي خديت بهم المقاييس ديال السميد هما نفسهم ديال الحليب. غادي نحتاج كذلك معلقه واحده ديال الزبده، وغادي نحتاج كذلك خميره ديال الحلويات من فئه 7 غرام. غادي ناخذ هذيك المهم كيف ما شفتوا معايا ضفت السميد، ضفت معاه هذيك يعني معلقه ديال السكر سنيده، ضفت القبصه ديال الملح، ضفت هذيك المعلقه ديال الزبده كما تشوفوا معايا، وغادي نبدا نبسبس هذا السميد، او كنحاول انني ندخل هذا الملعقه ديال الزبده، نحاول انني ندخلها في ديك السميد على اساس انها ما تبقاش باينه بالمره كيف ما تشوفوا معايا على هذا الشكل. فكتولي يعني الزبده يعني السميد كيتشرب هذيك المعلقه ديال الزبده بالكامل. غادي نضيف هاد الساشي ديال خميره الحلويات كيف ما تشوفوا معايا، وغادي نخلط كذلك، وغادي نضيف كذلك نصف كأس ديال الزيت النباتي كيف ما شفتوا معايا. صافي نخلط، نحاول كذلك ندخل يعني هاد جوج ديال المكونات اللي ضفت الخميره والزيت حتى يتجانس عندي نفس الشيء، يعني حتى يشرب السميد هذيك الكميه ديال الزيت. صافي في هذه المرحله البنات كنبقى نضيف يعني هاد 2 كيسان ديال الحليب كما تشوفوا معايا على هذا الشكل. كيف ما تشوفوا معايا على هذا الشكل فكيولي كله سائل على هذا الشكل. صافي تنغطي عليها البنات وتنخليه تقريبا ما يعادل واحد الربع ساعه حتى يعني يترخى شي شويه، ومن بعد نرجع باش يعني نوريكم يعني طريقه الطهي ديالو. وهذا هو شكل الخليط من بعد ربع ساعه. كيف ما كتشوفوا معايا ما بقاش سائل، يعني الشكل ديالو عقاد، والسميد راه شرب الكميه ديال الحليب يعني الكامله اللي ضفنا فيه، ولا على هذا الشكل. وصافي البنات كيف ما تشوفوا معايا راني دزت باش نبدا نطيبهم. خديت هاد المقلاة. البنات من الأحسن أن المقلاة تكون ديالكم ما كتلصقش بصفة نهائية، سواء هذيك اللي كتستعملوها للبغرير أو سواء هذيك اللي كتستعملوها في البانكيك، لأنه يعني طريقة الطهي ديالو تقريبا بحال البانكيك أو البغرير. صافي كما تشوفوا معايا راني ضفت القليل من الزبدة في المقلاة أولا، وضفت يعني كما تشوفوا معايا القليل من هذا الخليط، وحاولت انني نشكل على شكل دائره. خديت هاد السباتولا باش تعاوني كذلك نقاد هاد الحواف ديال هاد الحريشات. صافي كما تشوفوا معايا غنخليها على هاد الشكل حتى تشد راسها من التحت، وعاد من بعد نقلبها. المهم انا كنقلبها البنات غير بالمقلاة، يعني ما كنقلبش بهاد السباتولا، يعني ولفت على هاد الاشياء اللي كتكون هكا ما كتلصقش، يعني سهله انك تقلبيها يعني غير بالمقلاة على هاد الشكل. صافي غنكمل على نفس الطريقه حتى نطيب الكميه كلها اللي عندي. المهم من الضروري ان تكون درجه الحراره منخفضه جدا باش ما يتحرقلكمش وخلاص. وكملت الطهي ديال الكميه كامله اللي كانت مازال عندي، وهذا هو الشكل ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا، راهم فيهم ثقوب، ما عرفتش واش كيبانوا لكم ولا لا. المهم بحال الشكل ديال البغرير. فانتم اللي كتحكموا يعني في السمك ديالهم، فلا بغيتوهم يجيو رطبين بزاف فخليهم غلاضين شي شويه، ولا بغيتوهم يجيو يعني مقرمشين شي شويه بحالي فرقوهم، يعني ملي تبغيو هكا تحطوهم فوق المقله تخليهم يكونوا رقاقين. فكما شفتوا معايا راه دزت باش نوجد الفطور ديالي، راني رافقتهم بالعسل الطبيعي وكذلك بعض الرقائق ديال اللوز، كذلك زينت بعض الحبات ديال الفراوله، وعصرت كذلك العصير ديال الليمون. فغادي ندوز ناخذ الفطور ديالي ونكملوا باقي الروتين. وهذا
هذا هو شكل الكمود ديالي اللي صباح عليه اليوم. واحد الحالة يرثى له واحد الكمية ديال الغبر ما كتصوروهاش اللي كاينه مؤخرا هكذا في البيت، لانه كاين يعني واحد الريح قويه هاد الايام. على ما اظن ان يعني تحول ديال الفصول، يعني من فصل الشتاء لفصل الربيع، يعني دائما كيكون واحد الريح اللي كتكون قويه هكذا وكتكون معها غبار واتربه كثيره. المهم على محل غادي ندوز هكذا باش نجمع هاد الكومود. غادي نجمع كذلك بطبيعه الحال الفراش ديالي، الاغطيه، كل حاجه في المكان ديالها. ما غنهويهمش اليوم، لانها كما قلت لكم كاينه اتربه، فلا خرجتهم نهويهم فغادي ندخل فيهم يعني واحد الكميه كبيره ديال التراب، واللهم يعني بلا ما غادي نهويهم اليوم. فغادي كما شفتوا معايا غادي ندوز هكذا باش نمسح الغبار. نتوما شفتوا مني زولت هذيك المنظمه يعني المكان ديال الغبار اللي كاين. فسبحان الله العظيم، يعني هذا التحول ديال الفصول دائما ما كيخلي هكذا واحد الكميه ديال الغبار اللي كثيره يعني في الجو، وبالتالي كتدخل لنا حتى المنازل ديالنا بطبيعه الحال. غرفة النوم ديالي هي الغرفة الوحيدة اللي كنرتبها غير مرة واحدة في النهار، وكتبقى النهار كامل وهي مرتبة، لانني ما كنعاودش نرجع للفراش ديالي الا في الليل. فكما تشوفوا معايا انا هكا رتبت كل حاجة في المكان ديالها، وخديت يعني رشيت بواحد القطرات ديال العطر او ديال الريحة فوق المخدات. وكيف ما عودتكم البنات راني كنت غسلت الاواني اللي تناولت فيهم وجبه الفطور، ولا سواء الاواني اللي كنت حضرت فيهم كذلك وجبه الفطور قبل ما نمشي ننظف غرفه النوم ديالي. وكيف ما كتشوفوا معايا دابا من بعد ما نشفوا تسقطروا، يعني خداو وقتهم هكذا الكافي باش يتسقطروا ينشفوا. فانا رجعت غادي يعني نمسحهم ونرجع كل حاجه في المكان ديالها، باش مني نرجع المطبخ ديالي نبغي هكذا نوجد وجبه الغداء يكون المطبخ ديالي نظيف وفارغ من الاواني. وجبة الغداء ديالي اليوم غادا نحضر غير طاجين بالبسباس، جلبانة وبطاطا. فغسلتهم هما الاولين، لان نتوما عارفين البسباس هكذا فيه كمية ديال التراب كتكون كثيرة، فغسلته هو الاول. عاد من بعد عاود غسلته مع البطاطا، عاد غسلته مع الجلبانة. المهم الطواجين ديالي كما عودتكم دائما: قزبر، معدنوس، ثومه، بصيله مشرده رقيقه، ابزار، خرقوم او كركم، سكينجبير، ملح. يعني غادي نستعمل اليوم 3 المعالق ديال زيت الزيتون. صافي مباشرة فوق النار حتى كيدبال، يعني وحتى كيدبل البصيلة وكيتهسل. صافي من بعد ما كدبل عندي البصيله وكيتعسل الطاجين كنضيف فيه واحد الكاس ديال الماء، ما يكونش عامر، يعني غير شويه صافي. انا من نوعيه البنات اللي ما كنديرش يعني التوابل فوق من الخضر، فكنحس بانها كتبقى حاره كتضرر حتى بالمعده، لان يعني كثره التوابل او ملي كتكون هكذا التوابل واضحه فكتهلك المعده، يعني كتكون مضره بالنسبه للمعده. فهذه الطريقه كتجيني انا سهله، انني كنصبو بحال نصب المرق او في طنجره الضغط، وكيجي المريقه البنينه البنات، وراه حتى الخضر كطيب بنينه. يعني ما تخيلوش بان الخضر ديالي كتكون ما لذيذاش لانها كتكون من الفوق، بالعكس راه ملي كيبدا هكذا الطاجين يغلى كتحسي بان يعني المرق ديال هاد الخضر، والمرق بصفه عامه كيطلع الخضر وكيلذذها. صافي كما تشوفوا معايا غادي نضيف الكزبره، غندير فلفله حاره وطماطم شرائح، وصافي نغطي على الطواجن ديالي يطيب على خاطرو.
غادي نحضّر كذلك واحد السلطة اللي غادي نرافقها الطاجين ديالي، وكما تشوفوا معايا راني قطّعت بعض الطماطم، قطّعت الخس، قطّعت الفجل، غادي نحك كذلك واحد الجزرة، هكذا غادي نبشر واحد الجزرة. كيعجبني الجزر يعني صراحةً في السلطات، فكيكون هكا على الأقل بعدا ناكلو غير مرة واحدة الجزر، يعني يكون هكذا باقي يعني فتي يعني طري بلا ما نطيبوه، لأن كما نتوما عارفين راه الخضر هكذا فين ما كنطيبوها كل ما كينقص منها على الأقل واحد النصف ديال القيمة الغذائية ديالها، فمن الأحسن أننا ناكل الخضر تكون هكا مازال طرية مرة، والجزر يعني ما كاينش ما أحسن أنه يعني تقطعوه أو تبشروه هكذا في السلطة، ويمكن لكم كذلك تبشروه حتى باربة أو الشمندر السكري، حتى هو كيجي زوين في هاد السلطة. المهم أنا ما كانش متوفر عندي دابا هادشي علاش ما استعملتوش. بالنسبة للتتبيلة ديال هاد السلطة فأنا خديت القليل من الإبزار، خديت القليل من الملح، غادا نضيف واحد المعلقة تقريبا ديال زيت الزيتون. المهم بصفة عامة زيت الزيتون كيتواتى بشكل كبير مع السلطات، فغادي نحاول نحرك شي شوية هكذا باش يعني الملح ديالي يعني يذوب شي شوية. غادا نضيف كذلك يعني واحد نصف معلقة صغيرة جدًا ديال الخل، غادي نحرك جيدًا يعني باش يعقد عندي هاد الخليطة ديال التوابل يعقد عندي، صافي غادي نضيفو للسلطة وغادي نحرك جيدًا، وغادي نحاول هكذا ننزلهم في الأطباق ديال التقديم باش نوجد طاولة الغداء. وها هي الغديوة ديالي وجدات البنات. المهم سلطة كما شفتوا معايا بسيطة، كذلك طويجين ديالي اللي بسيط يعني اللي كيليق بيوميات امرأة بسيطة. المهم دائما البنات كنحاول انني مرة ندخل لكم هكذا روتينات، الاشياء البسيطة اللي هني عايشة بها انا. طريقة العيش ديالي راه هي هذا، غالبا ما كندير هكذا الطاجين مرة البنات، انني فين كدير هكا شي واحد جوج مرات ثلاثة في الاسبوع ماشي دائما. والطاجين كيبقى هو الغذاء الاساسي والمفضل لدي، يعني ما كنستغناش عليه بصفة نهائية. أما بالنسبة لوجبة الغوتي اللي غادي صيفط مع وليداتي اليوم، فغادي تكون عبارة عن الحريشات اللي فطرت منهم الصباح. فكما شفتوا معايا يعني خديت واحد الكمية، فطرت من هذيك الكمية اللي ناسبتني، واللي تبقى غادي نحاول يعني ناخذ منهم واحد الكمية كذلك اللي غادي نصوب هكا على شكل الساندويشات للأطفال ديالي اللي غيديو معاهم هكا في المدرسة في هاد العشية. فغادي كما شفتوا معايا خديت غادي ندهن هاد الحريشة بالمربى ديال البرتقال، وكيتواتى بشكل كبير المربى ديال البرتقال مع هاد يعني مع هاد الحريشات بشكل كبير. فقطعت كذلك بعض القطع ديال الفراولة أو ديال الفريز، وغادي نضيف كذلك بعض رقائق ديال اللوز من الفوق، وصافي غادي يكون هذا هو الساندويتش ديالهم. وغالبا هذه هي الطريقه البنات اللي كنعتمدها يعني خصوصا في الساندويشات ديال الدراري. كنحاول انني نوجد شي اشياء اللي تكون في الفطور ديالي، وفي نفس الوقت كنحاول انني نستغلها ونعطيها للاطفال ديالي في المدرسه في العشيه. وخرجت هاد العشية، وهاد الشيء علاش ما شاركتش معاكم يعني القهيوة أو الشاي اللي كنوجد هكا في العشية. فخرجت اليوم باش يعني كاينين الكثير من الأشياء اللي كانت لازماني في المنزل ديالي، وكنت أشياء اللي كانت خاصاني كذلك حتى يعني بالعناية الشخصية. المهم أشياء كثيرة كانت خاصاني، فخرجت هكذا يعني مشيت لعدة أماكن. في الصراحة ما صورتش لكم لأنني مشيت لعدة أماكن كما قلت لكم. المهم
راني خديت الاشياء اللي كانت خاصاني، ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشارك معكم يعني بعض المنظمات اللي كنت خديتهم، بعض الاشياء اللي خاصه بالمطبخ. خديت كذلك بعض الاشياء اللي خاصه بي انا لعنايتي الشخصيه، غادي نشاركهم معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم من بعد ما غادي ندخل للدار. فخليكم معايا ما تمشيوش بعيد. هادو هما المشتريات ديالي لعنايتي الخاصة. أما المشتريات اللي خاصة بالمطبخ فأنا إن شاء الله الرحمن الرحيم من بعد ونشاركهم معكم. كنتو كتار اللي كنتو سولتوني على هاد الزيت ديال جوز الهند الطبيعي أو زيت الكوك، وكنتو سولتوني واش فعال فعلا، واش طبيعي فعلا. فعلا البنات فعال، يعني خصوصا بالنسبة للبشرة الجافة، فأنا استعملته لمدة 3 سنين دابا هادي، ورائع الجودة ديالو أكثر من رائعة، خصوصا بالنسبة للبشرة الجافة، وأنا بشرتي جافة جدا وانتم عارفين هاد المسألة. و كنتم سولتوني كذلك واش طبيعي. فعلًا طبيعي، لأنه كنت نسيت واحد المرة في الحمام، نسيته نهار ونص وهو بدون غطاء، فمن رجعت من بعد لقيته أنه تعفن وصوّف بهذه العبارة واللون ديالو ولا أخضر. وهذا دليل على أنه يعني طبيعي، لأن الأشياء الطبيعية دائمًا كتعفن أو يعني اللون ديالها كيتخسر مع يعني مع الجو. فالحمام كان فيه بخار، كان فيه، أنتم عارفين يعني الحمام دائمًا كيكون فيه بخار فتعفن. فلو كانوا فيه مواد حافظة كان غادي على الأقل يصبر واحد الأسبوع حتى الأسبوعين عاد يتعفن. المهم خديت كذلك أو خديته ب40 درهم البنات، وكاينين بعض المحلات اللي كيديروا لي 50 درهم، وكاينين بعض المحلات اللي كيديروا من 60 حتى ل70 درهم. غير ردوا البال لأنه أصلًا الثمن ديالو الأصلي داير 40 درهم. خديت كذلك هذا شامبوان والبلسم ديالو، هادو خديتهم من إيف روشي، وخديتهم هادو من مستخلصات ديال الشوفان. واللي كيعجبني في هذا يعني في هاد المنتوجات ديال فوغوشي انهم بيو، ما يعني مصنوعين من مواد طبيعيه، ما فيهمش برابان، ما فيهمش سيليكون، ما فيهمش مواد حافظه، يعني طبيعيين على حد قولهم. ولكن بطبيعه الحال ما غاديش يكونوا 100%، واللهم تكون فيهم غير 50% ولا بلاش. هذاك الشيء اللي كنقول انا دابا غالبا. خديت كذلك هاد العطر او الرائحه، وهذا اللي كيكون يعني تقليد، بهذه العبارة تقليد الروائح العالمية أو الروائح اللي كتكون غالية، كيكونوا يديروا لها هكا تقليد. يعني يعني كيضيفوا غير الروح ديال هذاك، قطرات ديال الروح ديال ديك الريحة كيضيفوها. يعني في المهم خليط خاص بهم وصافي. على ما أظن أنهم كيضيفوها للكحول. والرائحة ديال غزالة البنات، وهذه هذه دو غود غيرل. أنا خديت هاد المرة دو غود غيرل، وكناخذهم غالبا يعني كناخذ يعني المختلف ديال الانواع ديال الروائح، وكنخليهم كما شفتوا معايا. كنقدر هكذا يعني نكون واخا كنظف، واخا كنشقى، واخا ما عرفت شنو كندير، كنرش يعني كنرش رويحات، يعني كنتبرع بهم لانهم رخاصين هكا، ماشي الثمن ديالهم غالي. كنرشهم في الوسايد ديال غرفه النوم ديالي كيف ما شفتوا معايا الصباح. المهم لانها الثمن ديالها غالي كنستغلها حتى كتقاضى. وبهذا غادي يكون تسالى الفيديو ديال اليوم البنات. بطبيعه الحال ما سخيتش بكم، كنتمنى يا ربي نكون فدتكم، وكنتمنى يا ربي ما تكونوش نسيتوني من اللايكات ديالكم. كنخليكم وكنلقاكم في رعايه الله وحفظه. باي باي.